حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا يفاجئ الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق الكابتن حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا على فوز الأهلي على فريقه، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها إذاعة أون تايم. قال حلمي طولان: قبل أي شيء لازم ندي النادي الأهلي حقه ونقول ألف مبروك الفوز والتلاتة بونت، بصراحة يستحقوا الفوز. أنا بدأت المباراة بحذر شديد جدا وحاولت إني أقفل على قد ما أقدر على مفاتيح لعب النادي الأهلي، خاصة على علي معلول وبرستاو وحسين الشحات، وبصراحة لاعبتي ساعدتني في الطريقة دي وعملت اللي عليها، وكان ممكن نقدر نخطف من كذا كورة كانت مرتدة لينا، لكن كان في سوء حظ غريب عند صلاح محسن وأحمد ياسر ريان النهاردة. وأضاف حلمي طولان: عاوز أوجه رسالة لبعض الناس اللي بتقول إن اديت للأهلي احترام أكتر من اللازم في مباراة النهاردة. حضرتك انت بتلاعب أقوى فرقة في مصر وأقوى فرقة في أفريقيا وأقوى فرقة في الوطن العربي كله، وعندهم نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال كام يوم. لو ما احترمتش فرقة زي فرقة النادي الأهلي هحترم مين حضرتك؟ لازم الناس تعرف ان كل مباراة ليها ظروفها وفرق الإمكانيات هو اللي بيلعب الدور ده. في النهاية كان نفسنا نطلع بنتيجة إيجابية النهاردة، بس الحمد لله على كل شيء.